فاش كيتلاقى الفقر مع الشجاعة كتولد وحدة من أغرب القصص الإنسانية. وبين المغامرة والبحث عن لقمة العيش كبرت قصة البطل اليمني عنتر القعقاع، الشاب اللي ما كانش كيقلب على الشهرة قد ما كان كيقلب على لقمة العيش لولادو. لكن للأسف هاد لقمة العيش كان الثمن ديالها غالي بزاف. القعقاع ابن عنتر العبسي واحد الشاب يمني في الثلاثينات من عمره، كان كيتميز بالمرونة ديال الجسد ديالو والشجاعة ديالو القوية. هاد الشجاعة اللي خلاتو يتحدى الجاذبية ويتسلق أخطر المنحدرات وبلا ما يستعمل أدوات ديال السلامة أو الحبال اللي يقدروا يحميوه من السقوط، لدرجة كانوا ملقبينه بسبايدر مان اليمن. لكن هاد الخفة والشجاعة ما كانتش غير هواية بالنسبة ليه. الشاب لقى راسو أنه مجبر يتحدى الموت يوميا ويرجع لدارو عايش من فوهة بركانية خامدة ومرعبة. هاد الفوهة البركانية اللي كانت معروفة باسم حرضة دوم كانت هي مصدر الرزق الوحيد ديالو. كان يوميا كيمشي كينزل لقعر البركان الكبريتي ويبقى يستعرض المهارات ديالو ويقوم بحركات بهلوانية، وكيبقى معلق ما بين السماء والارض غير باش يكتب الاسماء ديال الزوار والسياح تحت الطلب ديالهم على الصخور اللي كانوا دايرين على داك البركان. وهذا الشيء كامل مقابل واحد المبلغ مادي بسيط اللي كيعطوه له الزوار. العائله ديالو والناس اللي كيبغيوه حضروه شحال من مره، وكاين كاع اللي مشى طالب السلطات باش يمنعوه بقوه القانون خوفا على حياته وباش حتى المراهقين ما يحاولوش يقلدوه. نهار الجمعه 12 يونيو 2026 للاسف غادي يوقع داكشي اللي كلشي كانوا خايفين منه. القعقاع هو كيدير حركات بهلوانيه كالمعتاد، في لحظه فقد التوازن ديالو وغادي يطيح بارتفاع ديال 30 متر مباشره وسط القاع ديال الفوهه البركانيه اللي كانت عامره بمياه كبريتيه ومواد سامه. كاين اللي قالوا انه كان تما واحد الثعبان وهو اللي لدغو كان السبب في السقوط ديالو. وبسبب هذيك التضاريس الصعبه ديال البركان استمرت عمليه محاوله الانقاذ ديالو والبحث عليه يومين كامله، حتى غادي يتمكنوا اخيرا فرق الغوص المتخصصه من انتشال الجثه ديالو، واللي قدروا انهم يخرجوها بصعوبه وسط صدمه كبيره ديال المحبين ديالو. الموت ديال القعقاع خلات لينا رساله واضحه باللي الشجاعه ما عمرها ما كانت هي اننا نلوحوا نفسنا للتهلكه من اجل المال والشهره، والانسان بالامكان ديالو انه يخرج المواهب ديالو بطرق مختلفه بلا ما يأذي راسو. الله يرحم هذا الشاب ويصبر الاهل ديالو، وما تنساوش تخليو لي رايكم في التعاليق ونتلاقاو في قضيه جديده.